اكسبريس اف ام تزيد في القيمة. حاجه واحده نحب نقولوها، حكومه تكنوقراط بمعنى لا قدر الله يرجعوا ناس من النظام السابق او ناس ما عندهم حتى استعداد لاصلاحات او لمقاومه فساد او لتحقيق هدف ثوره، طبعا مش نكونوا موافقين. ومع ذلك نحن ما نسكروش الباب، مفتوح الباب، نشوفوا الساعه القائمه نتاع اللي باش يقترحهم السيد رئيس الحكومه ونبداو موقفنا كحزب من الاحزاب. موقفكم اللي قال يجب حل المجلس الوطني التاسيسي؟ لا يجب حل المجلس التاسيسي، هذايا نقولوا لهم احشموا شويه، نجموا نناقشوا كل شيء، اما فما حاجات نتاع منطق الانقلاب نقولوا لهم احشموا شويه. مش كل شيء راهو يتقال في السياسه، وما جو الحريه نفرحوا به التوانسه الكل بفضل الثوار. الساعه صار جو الحريه هذا الكل، ما نحاولوش نتعصفوا برشا. حل المجلس التاسيسي معناه انقلاب، يدعوا الانقلابات نذكرهم بنصوص قانونيه ويحترموا رواحهم شويه. هذاش نجموا نقولوا لهم البلاد راهي ماهيش لعبه خارجه من قرون من الاستبداد، مازلنا كي شفنا الحريه لمده سنتين ما يعبثوش بها. فما وسائل اخرى للوصول للسلطه، الشكل السلمي، النضال السلمي، واقناع توانسه بوجهه نظر، هذا هو الحل. لكن قانونيا هل يعني يجب رئيس الحكومه يحل الحكومه ويكون حكومه تكنوقراط؟ لا، قانونيا خاطر اللي هو القانون المنظم بالسلطه العموميه راهو ماهوش واضح في مساله الاستقالات، لكن على كل حال اذا رئيس الحكومه يحب يشكل حكومه جديده يلزم هو يستقيل، ساعتها باش يقع تعيين اللي تختاروا حركه النهضه معناها اللي هي الحركه الفائزه بالاغلبيه في المجلس التاسيسي في الانتخابات. ولكن يمكن يلجا سي حمادي المساله اخرى اللي هي اقاله عدد كبير من الوزراء، ثم بعد ذلك ياتي بالوزراء جدد كل على حداء يطلب كون يحوز الثقه نتاع المجلس التاسيسي. هذه ممكن قانونيا. هل ترى انه القرار اللي اتخذه قرار كرجل دوله، يعني بعد على انتمائه الحزبي واتخذ قرار؟ لا طبعا، هو كان نقولوا رجل دوله معناها استقل على حزب وعمل مسافه في الجانب هذا، اي، لكن رجل دوله زاد بعد الثوره عندها استحقاقاتها راهو يلزم يسعى لتنفيذ الاستحقاقات هذه. اذا فشلوا السياسيين في بعض الاشياء هذا ما يعنيش كونه يولي الحل السحري هو جيب تكنوقراط، وانما معناها اكبس السياسيين واعمل فريق او اعمل منسق للفريق هذا، خاطر فما حاله تاع تسيب في الحكومه، خلينا نقولوا الحقيقه، وما فماش سياسه واضحه في كثير من الملفات، وغير طريقه العمل معناها نتاع الحكومه، طريقه اداره الائتلاف سواء بثلاثه او باربع حساب او اللي هو وقتها نجموا نحكيوا على سياسه تنجم تحسن الوضع. والتخوف من مساله المعارضه تاكيد ولي، خاطر فما الفكره دي عند بعض السياسيين اللي في الحكم اليوم، المعارضه راه وقت تنقص من الاخطاء نتاعك، وقت تعمل اصلاحات جديه راهي ما عندها ما تعمل، بالعكس باش تبقى طبعا ما فيش حتى شك في حدود القانون تناظر، وهذا دورها بل واجبها، لكن هالمسائل نتاع تتامر عليك الى اخره ما يلزمش يخافوا منها ياسر. اما كي واحد يرتكب اخطاء طبيعه الاشياء كون المعارضه بتستغلها ضده، نقص من الاخطاء، تو ربما المعارضه تلقى جزء جدي منها يدعمك، والجزء الاقل جديه يخدم على روحه. طبعا حملته الانتخابيه هو حقه، ولكن الشيء الثابت ماهوش في كيد لك وماهوش يعرقل لك المشاريع نتاعك.